السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه حبايبي الحلوين متابعينا؟ عاملين إيه؟ طمنون عليكم، يا رب تكونوا بخير كده وبصحة كده. صلوا على النبي. النهاردة هنتكلم في كام موضوع كده مهم جدا، بس قبل ما نتكلم فيهم ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، عشان النهاردة هنتكلم على عدي الدباغ، هنتكلم عن حامد حمدان، وهنتكلم عن الوينج اللي مجنن الاعلام الرياضي بقاله اسبوع. كل الاعلام الرياضي بيقول لك هو مين الوينج اللي الزمالك جابه، او مين الوينج اللي الزمالك بيتكلم عليه. خليك معايا وهنتكلم عن تعادل الاهلي وبتروجيت بالمره كده في السكه، فخليك معايا وما تروحش في حته، عشان حلقه النهارده حلقه قويه جدا. اهلا وسهلا بكم في برنامج هنتكلم في الكوره مع اخوكم عبد الرحمن. طيب قبل ما ابدا كلامي حابب اوضح كم معلومه، وحابب اوضح كم نقطه مهمه جدا. احنا هنا لما بتكلم عن موضوع الصفقات، لما الزمالك بيفوض لعيب او الزمالك بيجيب لعيب، انا ما بقاش عاوز اقول اسمه. واحنا قلنا في حلقه او من حلقتين فاتوا ان الزمالك بيفوض مهاجم، وفعلا كلامنا طلع صح، وكلامنا طلع عدي الدباغ. ما رضيتش ان انا اقول اسمه حفاظا على سريه التفاوض وسريه التفاصيل. تمام. طيب وفعلا كلام طلع صح، عدي الدباغ زملكاوي خلاص رسميا بنسبه 100%. الراجل النهارده كان عنده كشف طبي، وبنسبه كبيره عدي الدباغ هيتم تقديمه مع التيشيرت الجديد، يعني ماكسيمم النهارده بكره بالكتير قوي خلال الاسبوع ده هيتم تقديم عدي الدباغ. عايز اتكلم عن عدي الدباغ، ولما انا اتفرجت عليه في الفيديوهات، انا يعني بطلت ان انا احكم على لعيب من فيديوهات، بس لما اتفرجت على اللعيب لا، مهاجم قوي، يعني زي ما قلت لكم قبل كده، حاجه كده من نوعيه ديجو كوستا، بشرط لازم يكون في وينجات بتساعده. لو مفيش وينجات بتساعده يبقى انت كده خلاص اكنك جايب لعيب، اكنك جايب بالظبط كده عمود موقفه في قلب الصحراء، لا في طريق ولا في اي حاجه، انت جبت عمود وحطيته في قلب الصحراء، شكرا، نقطه من اول السطر. هو بينور بس، طب ايه الهدف منه؟ ولا اي حاجه، هو محطوط في قلب صحراء بس خلاص. طيب تعالوا بقى نتكلم النهارده، هكلمكم عن اخر تطورات صفقه حامد حمدان، وركز معايا قوي في اللي انا هقوله ده. طيب احنا كلنا عارفين ان حامد حمدان الراجل انقطع او منقطع عن التدريبات، واداره بتروجيت بتوقع عليه الغرامات المناسبه اللي طبقا للوائح بتاعتهم. طيب ايه الجديد؟ الجديد بيقول لك ان اداره بتروجيت شافت ان اللعيب، بما ان اللعيب مش عاوز ان هو يلعب معاك خلاص كبتروجيت، الراجل خلاص قفل دماغه وانا هلعب في الزمالك، فشافت ان هو يعني تبدا ان هي تسمع للعروض. والنهارده كان في اجتماع، تمام، اجتماع كده يعني سري جدا محدش يعرفه يعني غير عدد قليل، تمام، حصل ما بين جون ادوارد وحصل ما بين اداره بتروجيت، وفعلا اداره بتروجيت بدات تسمع العرض اللي الزمالك مقدمه. على سبيل المثال الزمالك كان مقدم جنيه، انا هقدم جنيه وربع، ما عنديش مشكله، ممكن فوق الجنيه وربع دول نشوف لعيب نطلعه اعاره ليكم، بشرط ان حامد حمدان يكون معانا في الزمالك. وانا هنا في نقطه مهمه جدا لازم حامد حمدان يكون واخد باله منها. اللي انت بتعمله ده لو جيت الزمالك هيشيلك مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا. ممكن انت كلاعب ما تبقاش قدها، ممكن انت كلاعب ما تبقاش قد المسؤوليه دي، بس احنا كجمهور طالما انت اشتريتنا احنا هنشتريك وهنبقى في ظهرك بمجرد دخولك نادي الزمالك. خلي بالك عشان اللي انت بتعمله واللي بيعمله حامد حمدان مسؤوليه، ومسؤوليه كبيره قوي قوي قوي. تمرده او تغيبه عن التدريبات، وان الراجل عاوز يجي الزمالك، كل الحاجات دي كجمهور احنا متفاهمينها جدا وهندعمك جدا، بس انت كلاعب انت لازم على ارض الملعب تطلع نار يا صاحبي. طيب ده بالنسبه لحامد حمدان، وبالنسبه لعدي الدباغ تيشيرت الزمالك هيتم الاعلان عنه خلاص، التيشيرتات وصلت النادي وهيتم الاعلان عنه خلال الاسبوع ده ان شاء الله. زي ما قلنا تيشيرتات تحفه، يعني ديزاين حاجه كده كلاسيكيه من اللي بيحبها جمهور الزمالك، وحاجات كده فيها شويه تريكات مش كتير ياخد باله من تريكات كده. فتيشيرت الزمالك الجديد يا جماعه هيبقى تحفه، يعني خدوها مني. طيب عزيزي صديقي الاهلاوي، تحيه طيبه وبعد. يا صديقي العزيز، حضرتك اتعادلت مع بتروجيت 2-2 وكنت كسبان 2-0، وحضرتك برضو يا صديقي العزيز اتضايقت جدا او فرحت او استغربت كلامي اللي انا بقوله ان هزيمة بروكسي في فترة الاعداد قد تكون نقطة مضيئة، وانت يا صديقي العزيز ما فهمتش كلامي ايه.
هراجع كلامي تاني. فترة الإعداد يا صديقي العزيز يا أهلاوي يا جميل أنت، فترة الإعداد هدفها إن أنا بجرب لعيبة جديدة في مراكز جديدة بخطط لعب جديدة. مش هدفها أكسب أو أخسر، ومش هدفها إن أنا أتعادل. ده مش الهدف منها. الهدف عادي جدا، وارد جدا إن أنا أكسب أو أخسر أو أتعادل على حسب نتيجة الماتش. بس الهدف إن أنا يعني أثبت على تشكيلة واحدة. ده في أي نادي، في اي نادي في العالم البري سيزون بتاعه الهدف منه ايه؟ ان انت تثبت على تشكيله وتشوف الاخطاء، عشان لما الموسم يبدا مش هيبقى فيه وقت ان انت تعالج اخطائك. فيا صديقي العزيز حضرتك مشكورا اتعادلت مع بتروجيت، وهاجمتني جدا ان انا لما قلت ان الزمالك قد تكون نقطه مضيئه الهزيمه من بروكسي. يا صديقي العزيز حضرتك فتره الاعداد دي فتره تجربه، بتجرب وما بتشيلش هم النتيجه في الاول او في الاخر، لا اهم ان انا استفيد منها، مش ان انا اكسب او اخسر او اتعادل. ارجو ان كلامي يا صديقي يكون وصل لك المره دي. تمام؟ طيب ايه تاني؟ الوينج. بقالنا 3 4 ايام ما بنسمعش حاجه في الاعلام غير الوينج اللي الزمالك بيفاوضه من الاخر. طيب عايز تعرف الوينج اللي الزمالك بيفاوضه مين؟ سهله هقول لك، بس خلينا كده متفقين ان اللي هيتقال ده سر. تمام؟ طيب الوينج اللي الزمالك بيفاوضه، طبعا انت مستنيني اقول لك اسامي وهقول لك 20 اسم و10 اسامي، بس للاسف الاسم اللي عندي انا مش هقدر ان انا اقوله، وهو اللي الزمالك خلصه بشرط ان احمد الجفالي يطلع اعاره او يطلع بيع عشان تقدر ان انت تجيب الوينج اللي الزمالك بيفاوضه او اللي الزمالك خلص معاه. فنسال الله ان احمد الجفالي يطلع اعاره او يتباع. شكرا جدا ليكم، دي كانت حلقتنا. ما تنساش تعمل لنا شير، تعمل لايك، تعمل سبسكرايب. يعني احنا اخوات، ما يعني في الاول وفي الاخر اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي ايا كده بتشجع، احنا اخوات يا جماعه. مش عاوزين لغه التعصب تبقى هي اللغه السائده. احنا اخوات تاني، مش عاوزين مشاكل تحصل بين الجمهورين. عادي جدا ان احنا بننكش بعض، في الاول او في الاخر احنا بننكش بعض. احنا هنا جايين بنهزر، مش جايين ان انا اثبت بقى حاجات والكلام ده كله يعني. تمام؟ طيب شكرا جدا ليك، ما تنساش تعمل لنا شير ولا سبسكرايب. سلام.